الزاويه القادريه البوتشيشيه هو من اجل الاطلاع على هذه الجناحات ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني اللي كتقوم به الزاويه القادريه البوتشيشيه، واللي في الحقيقه فاجئني لا بالتنظيم ديالو ولا بالحضور ديالو ولا بالتواجد ديال التعاونيات والجمعيات، وكذلك اللقاءات اللي كنقدموها من اجل تاسيس الاهميه ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كنعتبر بانه هذا الحضور ديالي هنايا كان جد ايجابي باش نكتشفوا، بالاضافه للمسائل الدينيه والروحانيه اللي كتقوم بها الزاويه القادريه البوتشيشيه، فهناك جانب كذلك اللي يهتم بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والتضامن اللي هو في قلب الاهتمامات وكذلك في الثقافه ديال المغاربه وديال الدين الاسلامي، واللي خصو يتم التعامل معه بالطريقه اللي تجعل المغاربه كيستافدوا منه، وكيخلق المناصب ديال الشغل اللي حنا في حاجه اليها، وكذلك النهوض بهذه الموارد البشريه اللي كتقوم بهذه المساله. وكنت نتمنى ان شاء الله كما في اللقاءات ديالي مع الاخوان ديال الطريقه باش كذلك الاهتمام بالجانب التعاضدي فهو جد مهم، وهو كيدخل في الاقتصاد الاجتماعي التضامني وكيكون من المكونات ديالو. ونتمنى ان شاء الله في المواسم المقبله يكون التعاضد كذلك موجود بقوه، ويكون حتى هو كيدي الدور ديالو وكيبرهن وكيبين وكيوضح للناس اللي هما مشاركين في هذه الايام هذه بانه التعاضد هو قادر باش يساهم في التضامن ما بين المغاربه، وكذلك باش يكون في خدمه المنظمه لكراسي الاسلامي للبيئه. هذه السنه هذه كنظموا الدوره الرابعه في اطار الملتقى العالمي للتصوير. كنتطرقوا لهذا الموضوع ديال التنميه المستدامه والبيئه احد ثمار التربيه الصوفيه اللي كنلقاوها في طريقه الحياه، وكنحاولوا في هذه الدوره هذه اننا نديروا الحملات التاسيسيه على البيئه، المولدين ومولدات الطريقه القادريه البوتشيشيه، وكذلك عدد الزوار في الملتقى العالمي. عندنا بزاف ديال الورشات، منها كنديروا ورشه على كيفاش انه الانسان خاصو يستعمل منتوجات طبيعيه كذلك طرقنا الموضوع اللي هو مهم ديال جرين الزاويه الخضراء، كيفاش اننا نقدروا نساهموا نطبقوا مشاريع بيئيه على ارض الواقع في الزاويه هذه ماذا باش تكون زاويه مستدامه اللي كدير تدوير النفايات، تدوير الايكونومي سيركولير، الاقتصاد الدائري. وقدمنا واحد المشروع اللي هو مشروع مهم، بروجي بيلوت اللي هو لا ميثانيزاسيون ولا البيوغاز اللي هو انتاج الطاقه الكهربائيه عن طريق تدوير النفايات المنزليه والنفايات الفلاحيه المجاوره للزاويه.